بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير وهنا ان شاء الله. النهارده زي ما احنا شايفين هنعمل صينية سمك سنجاري تحفة جدا بطعم مميز وبلون خطير زي ما احنا شايفين، وهنقدمها كده زي أفخم المطاعم بتكاليف قليلة وبشكل مميز وبطعم خرافي. ويلا نسمي بالرحمن وندخل نشوف هنعمل أطعم صينية سمك سنجاري من السمك البلطي ازاي، وازاي نفتح السمك وننضفه ونجهزه ونحضره لانه يتعمل صينية سمك سنجاري بمنتهى البساطة للمبتدئين طبعا، واللي ما بيعرفوش يفتحوا السمكة من ظهرها. هنتعلم مع بعض خطواتها بمنتهى البساطة ونبسط كل الخطوات كده علشان البنات المبتدئين يتعلموا معانا يعملوا السمك السنجاري بمنتهى البساطة، وما يتعبوش نفسهم كتير او يضطروا يجيبوه من بره متنضف. لو ما فيش جنبهم حد كتير يعني بينظف ويبعت لهم متنضف، وتكاليف طبعا التنظيف يتعلموا علشان يقتصدوا شوية والأمور تمشي في الظروف الاقتصادية الصعبة على كل الناس اللي كل مصر بتمر بيها. يلا نسمي بالرحمن وندخل بقى نشوف تفاصيل الفيديو بتاعنا عامل ازاي. اول حاجه يا حبايبي هنجيب السمك بتاعنا، طبعا احنا هنجيب سمك بلطي يكون حجمه معقول شويه، ما يكونش صغير عشان نقدر نفتحه. تكون بوز السمكه رفيع كده والظهر بتاعها سميك شويه، وتكون فريش وقشرتها لازقه عليها كده مش ناشفه، وعيونها لامعه وخياشيمها حمراء، التفاصيل اللي احنا عارفينها كلها في السمك البلطي. هنبتدي ننضف السمك بتاعنا ازاي. بنشيل الزعانف كده والقشور الاول، بنشيل الزعانف بتاع السمك كله اول مرة. هنعمل مع بعض كده حبة او اتنين علشان الكل يعرف طريقة تنظيف السمك. وبعد كده هنشيل الزعانف زي ما احنا شايفين، وهنشيل الخدود اللي عند الخياشيم دي. حابة تسيبيها مش مشكلة، بما ان هنعمل النهاردة سمك سنجاري فعادي جدا ان ممكن الخياشيم دي تبقى موجودة. ما شاء الله انا نضفت السمك بالكامل. هبتدي بقى تاني خطوة اشيل القشر اللي على السمك. بفتح المقص كده، دي اسهل طريقة بالنسبة ليا. لو حابة تعمليه بسكينة او بقشرة السمك عندك حاجات كتير امكانيات كتير ممكن تستخدميها. انا اسهل حاجة بفتح المقص اتنين كده، وبناحية من المقص ببتدي اقشر السمكة من الظهر من ناحيتين ومن عند البطن كده، ما تنسيش عشان بتبقى فيه قشور رفيعة جدا. قشرنا السمكة. هنفتح السمكة بس النهاردة هنفتحها من الظهر مش من البطن، يعني الظهر هو الأساس هنا. هنجيب سكينة كده حادة ونيجي عند الظهر ونغرز من بعد الراس كده بشوية بوز السكينة، ونبتدي نمشي جنب السلسلة بالشكل اللي احنا شايفينه ده، ونحاول بهدوء كده نفتح يعني نخلي بالنا علشان ما نعورش نفسنا. ونبتدي نكمل بسكينة حادة شوية، وعند راس السمكة كده بنوقف السمكة على البطن ونبتدي نضغط شوية بالسكينة، ولازم تكون سكينة قوية شوية عشان تساعدنا في الفتح. ونبتدي بقى ندخل لحد الراس كده، تتفتح معانا السمكة لحد ما تبقى زي الكتاب المفتوح كده اهو زي ما احنا شايفين. ولو في اي حتة معصلجة ولا حاجة نفتحها بالراحة بسكينة كده بوزها رفيع. هنشيل الخياشيم بقى معانا في الوقت ده، الخياشيم اللي هي في الراس، وكمان هنشيل الأحشاء وننضف قلب السمكة بالكامل كده. وهنعمل كل السمكات اللي عندنا بنفس الطريقة ونفتحها بنفس الاسلوب كده بهدوء خالص علشان ما نعورش نفسنا. ولو انتي خايفة او ما بتعرفيش تعملي الحكاية دي ممكن تجيبي السمك بتاعك متنضف من عند بتاع السمك. بعد كده هنشوف الخطوات اللي جاية. عندي مجموعة من الخضار كده والتوابل، وعندي كمان هجيب الكبة هنزل فيها بالحاجات اللي هتبل بيها السمك. قرن فلفل احمر كده بارد، وقرن فلفل سبايسي، وكمان حبتين صغيرين من الطماطم دول هفرمهم وهنزل عليهم بس كده بمعلقة كبيرة من التوم. السمك يعني توم كتير. نبتدي ننزل عليهم بفنجان من الليمون، يعني تقريبا عصير ليمونتين كبار زي ما احنا شايفين. الزيت طبعا انا هحطه بس مش هحطه في الكبة علشان يعني اقلل يعني ما دهننش الدنيا كلها وزيت الدنيا كلها معايا. وحطيت التوابل ملح وكمون وكزبرة وبابريكا، وهنبتدي نضربهم
ضربناهم وحطينا كمان ورقتين من الكزبرة الخضراء، بتدي تست حلوة قوي وريحة جميلة للسمك السنجاري بالذات. نزلتهم في بولة كبيرة كده. هجيب كل اللي في الكبة معايا، التتبيلة دي ما يتسابش منها حاجة، ريحتها اللهم بارك خطيرة. هنبتدي بقى نركنها على جنب كده. هننزل عليها ب4 معالق من الزيت، وده كل الزيت او المادة الدهنية اللي هستخدمها النهاردة عندي. وهنزل عليهم بمعلقة من الصلصة، بتدي لون وتست حلوة قوي قوي للسمك السنجاري، خاصة وهو مفتوح كده بتديله لون حلو جدا تحت الشواية، وبيبقى طعمه خطير. شايفين التتبيلة اللهم بارك، لونها وشكلها وريحتها بقى مش قادرة اوصف لكم. غلفت الصينية بتاعتي اللي هدخلها الفرن كده بفويل علشان ما تتبهدلش وتتحرق مني في التسوية وتعذبني في الغسيل. وكمان حطيت عليها ورقة زبدة عشان اضرار الفويل. وده الخضار اللي عندي اللي هحطه تحت السمك. عندي فلفل بارد وطماطم وبصلة كبيرة مقطعاهم ترانشات كده بأي شكل عشوائي. وهبتدي انزل عليهم بمعلقتين 3 من التتبيلة اللي احنا عملناها في الكبة، ونقلبهم كده مع بعض علشان يتبلوا معانا ويشربوا من التتبيلة التحفة اللي احنا عاملينها اللي ريحتها قمر جدا. هفرش الخضار بتاعي كده زي فرشة كده او بطانة للسمك على الصينية زي ما احنا شايفين. لو عندك صينية تيفال او صينية ما بتلزقش في الاكل، مش هتعملي بقى الورق الزبدة وكمان الفويل، هتعملي فيها بشكل مباشر. انا عشان صينية الفرن فمش عايزاها تتحرق وعايزاه ما تتعبنيش في الغسيل. السمك بتاعي بعد ما غسلته كويس جدا ونقعته في ميه بخل وليمون لحد ما بقى ريحته نظيفه، وصفيته كويس جدا وبقى ناشف معايا كده وزي الفل. هبتدي ارصه على الصينيه بتاعتي. ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني على حسب الصينيه بتاعتك، وممكن تكبري الصينيه شويه علشان السمك يبقى مرتاح ومرصوص فيها كويس. بس انا ده المتاح عندي، فابتديت بقى اجيب التتبيله بتاعتي الوهميه وانزل بيها كده على كل سمكه معلقتين من التتبيله. اللهم بارك. انا مش قادره اقاوم الريحه حلوه قوي ولونها خطير. هبتدي اتبل السمك بتاعي بقى كده من كل الجوانب والجهات. شايفين معايا لونها ما شاء الله قبل ما تدخل الفرن حكايه. كل السمك كده اتبل، وهجيب الباقي من التتبيلة ما سيبش منها اي حاجة، دي ما يتسبش منها ولا نقطة كده، لازم ناخدها كلها بالكامل. شايفين معايا السمك لوحده كده وهو ني شكله ولونه يفتح النفس اللهم بارك. في الوقت ده انا كنت طبعا شغلت الفرن بتاعي وسايباه يسخن كده قبلها بحوالي 10 دقايق ربع ساعة على اعلى درجة علشان السمك يدخل على فرن سخن ويبتدي يستوي على طول ما ينشفش مني في الفرن. شايفين اللوحة اللي احنا عملناها ما شاء الله اللهم بارك، تحفة والريحة وهمية واللون خطير. هندخله بقى على الفرن المتسخن مسبقا ما شاء الله، سمي بالرحمن، ويلا ندخله الفرن وهنشوف النتيجة ان شاء الله لما يطلع من الفرن. شايفين؟ افتكروا معايا الشكل ده علشان هندخله ونشوف هيخرج شكله عامل ازاي. هنبتدي بقى نخرج السمك بتاعنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شايفين معايا اللون تبارك الرحمن، وهمي تحفة جدا، لون جلد كده قمر. السمك معايا مستوي بالكامل وريحته تحفة ما شاء الله. ريحة الليمون والزيت مع التتبيلة وهمية جدا. السمك السنجاري من الأكلات الحلوة الشهية اللي تفتح النفس، وكمان تغيير عن السمك المقلي والسمك المشوي، وبنقتصد كمان في الزيت والدهون اللي بتدخل جسمنا. بنعمل أكل صحي زي ما احنا شايفين بالشكل القمر اللي احنا شايفينه ده اللهم بارك، حاجة تحفة. وكمان تغيير عشان ولادنا ما يملوش من شكل الأكل اللي بنقدمه، وكمان تقدري تقدميه في عزوماتك. انا عملت جنبه رز حبة وحبة وكمان سلطة خضراء بالشكل ده، وابتديت اقدمه زي ما احنا شايفين كده اهو. وهناخد كمان من الخضار اللي كنا فرشينه تحت السمك ونغمس بيه مع الرز، طعمه تحفة جدا وخطير. اللهم بارك. شكل الطبق بتاعنا كده لذيذ ويفتح النفس ويشجع العين كده على الأكل. وده كان طبقنا النهاردة. السمك مستوي جدا ومش ناشف في الفرن، طري
ودايب، وفي نفس الوقت ريحته حلوة، مفيش فيه أي ريحة زفارة ولا أي طعم يمت للسمك المشوي أو المقلي بصلة. ما شاء الله، ربنا يديم نعمه علينا. حاجة تحفة جدا. السمك السنجاري من الأكلات اللذيذة، أنصحكم تجربوه. طعمه تحفة وشكله كمان شهي ويفتح النفس. النهاردة كان يومنا وكان الفيديو بتاعنا عن السمك السنجاري، من أول ما اختارنا السمك ازاي، وكمان تفاصيل تنظيف السمك ونفتحه ازاي من الظهر، وتتبيلته الوهمية اللي احنا عملناها، وكمان طريقة التسوية أخد معايا من تقريبا نص ساعة ل35 دقيقة، علشان حجم السمك مش كبير قوي. لو السمكة بولتي كبيرة أو أي نوع تاني أكبر هتاخد منك على حسب وزنها في الفرن. أنصحكم تجربوا السمك السنجاري بالتتبيلة والطعامة اللي احنا عملناها بيها النهاردة، وبكل الخطوات والتركات. هيعجبكم جدا، وتقدري تقدميه في عزوماتك وفي يومك العادي لأسرتك. شكله تحفة ومشهي جدا ويفتح النفس. وياريت النهاردة يكون الفيديو أتمنى أن يكون عجبكم. ولو أول مرة تشوفوا قناتي، أنا هنا، ودي قناتي مطبخ الهنا. فضلا وليس أمرا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل علشان يوصلكم كل فيديو جديد، وتعملوا لايك وشير كتير علشان الكل يستفيد. وكمان ما تنسوش بقى تدعموني باللايك والكومنت حلو منكم، الكومنتاتكم المميزة اللي بتسعدني دايما. وإن شاء الله نتقابل دايما في فيديوهات كتير حلوة ومميزة. وختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم حبايبي في حفظ الله وأمنه.